داوود باشا بربع كيلو لحمة مفرومة. عندنا ربع كيلو مفروم وبصلتين مفرومين، بس انا الكبة بتاعتي كانت بايظة فبشرتها كده، بس يفضل انت تنعميها يعني. وبعدين حطينا فلفل اسود وبهارات وملح وبقسماط ناعم. بنحط البقسماط على حسب اللحمة، يعني مثلا معلقتين كبار 3، ونحط لها بيض. البقسماط ده انا مش بشتريه كده، انا بجيب البقسماط الطويل اللي هو بالسمسم ده واعمله في الكبة، بيبقى احسن وانضف يعني. وبنحط البيضة على اللحمة كده ونعجنها بقى في بعضها، نرمي المعلقة ونعجنها. لو عايزة بقى، لو حاسة بتاعتك هتفلت، لو هي يعني بنعجنها كده وحسيت ان هي عايزة بقسماط تاني بنحط لها لغاية ما احس ان هي يعني بقت متماسكة. بعد كده بقى بصبعها، نجيب طبق واعملها صوابع حلوة كده مزقلطة او رفيعة زي ما انت عايزة. وبعد كده بنحطها في الفريزر شوية على ما نعمل لها الصلصة. هنا بقى انا كنت بعمل الرز، عملت رز اللي هو حبة وحبة. حطيت الاول شوية حمرتهم لغاية ما يبقوا باللون ده، واحط له ورقة لورا، وادي بقية الرز، ونحط الملح والمية اهو خلص. ودي بقى الصلصة بتاعت الكفتة. بنحط طماطم ونحط لها تومة، يعني مش بنحط لها بصل وملح وفلفل. وبعد بقى ما بتتسبك بنزودها كمان شوية مية تغلي غلوة، واحط الكفتة واطفي على طول، يعني دقيقتين واروح طافية على طول.